سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في الحلقة الثانية من برنامج حتى يتبين لهم أنه الحق، لنعيش هذه الومضات الإيمانية العلمية لنرفع شيئا من إيماننا بالله عز وجل، ولنعيش لحظات ممتعة مع آيات الخالق عز وجل. فعبادة التفكر أيها الأحبة لا تقل أهمية عن أي عبادة أخرى. الله تبارك وتعالى يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحقيقة أيها الأحبة آيات الله كثيرة، وكنا قد توقفنا في لقاء سابق مع ضوابط الإعجاز العلمي، والحقيقة أحببت أن أبدأ بهذه الضوابط لكي نبني هذه الحقائق على أساس علمي متين. قلنا في الحلقة الماضية ينبغي أن تكون الحقيقة العلمية متطابقة مع النص القرآني، أي لا نحمل الآية القرآنية معنى آخر. الشيء الثاني أيها الأحبة أن يكون هناك استحالة حتى نسمي هذه الحقيقة إعجازا، ينبغي أن يكون هناك استحالة معرفتها من قبل البشر زمن نزول القرآن. نحن نعلم أن القرآن الكريم نزل في القرن السابع الميلادي، زمن الأساطير. كان الناس يردون كل شيء للآلهة. إذا نزل المطر قالوا هناك آلهة للمطر هي التي أمطرت الناس. إذا أصاب الناس شعاع برق قالوا هذا إله البرق، وهذا إله الرياح، وإله الجبال، وإله الشمس إلى آخره، كلها أساطير وخرافات. هذه الفترة التي جاء فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي القرن السابع الميلادي كانت فترة يعني علميا كانت مظلمة، كانت مليئة بالخرافات والأساطير. ومن الطبيعي لو كان كلام الملحدين والمشككين صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن أو اقتبسه أو اكتتبه ممن سبقه من الأمم، أو أن هناك رهبانا أملوا عليه هذا الكتاب كما أشار إلى ذلك القرآن في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. انظروا كيف اتهموا هذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتب الأساطير، بل لم يقولوا كتبها، بل قالوا اكتتبها، أي هي أمليت، لأنه لم يكن يعلم القراءة والكتابة كما نعلم جميعا. فماذا رد الله تبارك وتعالى عليهم؟ قال لهم: قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا الملحد الذي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن القرآن هو كتاب نص تاريخي قابل للتغيير والتبديل وغيره، يعني كثير من العلمانيين يقولون هكذا اليوم. قال لهم الله ماذا أمر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل لهم إذا أردتم أن تستيقنوا أن هذا القرآن هو كلام الله فعليكم أن تنظروا إلى أسرار السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فلذلك أيها الأحبة، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام اقتبس هذا القرآن من ثقافة عصره السائدة في ذلك الوقت في القرن السابع الميلادي، لكان هذا الكتاب امتزج بالكثير من الخرافات، كنا رأينا فيه الكثير من الآلهة مثلا. لماذا يدعو إلى التوحيد، إلى إله واحد سبحانه وتعالى، مع العلم أن الآلهة كانت منتشرة؟
والعرب استغربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الآلهة إلها واحدا، يعني قالوا إن هذا لشيء عجاب سبحان الله. فهذه الثقافة المليئة بالخرافات، ماذا كان مصير القرآن لو كان كلام بشر أو كان من تأليف بشر؟ لكنا رأينا هذه الأساطير فيه اليوم باقية إلى يومنا هذا، ولكان خضع للتحريف والتبديل والتزوير مثل الكتب السابقة. ولكن عندما نرى هذا القرآن مطابقا للعلم ومطابقا للحقائق العلمية بشكل يقيني، يعني هناك تطابق، فهذا يشهد على أنه كتاب الله. والله عز وجل أعطانا مقياسا لذلك لنقيس به أي كتاب. قال عز وجل في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالفعل كل النصوص البشرية لابد أن يوجد فيها شيء من التناقض والاختلافات مع بعضها، إلا القرآن الكريم الله عز وجل يعطينا الحقائق، سواء في مجال القوانين والتشريع أو في مجال العلم أو في مجال حياتنا اليومية التي نعيشها، وتأتي كلها صحيحة 100% ومطابقة للحقائق اليقينية. إذن من أهم ضوابط الإعجاز أيها الأحبة أن تكون الحقيقة يقينية تماما. الله عز وجل أخبرنا عن ظاهرة كانت غريبة يعني الحقيقة في ذلك الوقت، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يعلم شيئا عن موضوع الأعاصير التي تمتزج بالنار، لم يكن أحد يراها حتى. في عام فقط 2010 وما بعد بدأت هذه الظاهرة بالظهور حديثا، يعني قبل 3 أو 4 سنوات فقط. فهذه الظاهرة، ظاهرة إعصار النار، ضربت بعض غابات أستراليا والبرازيل ومناطق في غرب أمريكا وغير ذلك، وتمكن العلماء من تصوير هذا الإعصار. لذلك إعصار النار الحقيقة يعني هو من الظواهر المخيفة والمرعبة والتي رآها العلماء وصوروها الحقيقة. عندما قاموا بدراسة هذه الأعاصير صرحوا أنه للمرة الأولى يتم توثيق هذه الظاهرة علميا فقط في عام، يعني بعد عام 2000 في القرن 21 تحديدا. يعني في القرن 20 لم يكن هناك شيء اسمه إعصار النار. الظواهر كلها وثقت وصورت في القرن 21 وتحديدا بعد عام 2003، ولم تدرس هذه الظاهرة إلا اليوم في عام 2014. تصوروا، يعني ظاهرة حديثة جدا. الله تبارك وتعالى أشار بل أخبر عن هذه الظاهرة وتحدث عنها في آية عظيمة. قال عز وجل عن ذلك الرجل الذي آتاه الله جنة أو بستان. الجنة في القرآن تأتي بمعنى بستان أو مزرعة تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هذا الرجل منع زكاة ماله وأغلق بابه في وجه الفقراء، وقرر أن يعني يحتفظ بهذه النعم لنفسه ولذريته. فماذا حصل لهذه الجنة أو هذا البستان؟ قال عز وجل: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. سبحان الله. هذه الجنة أيها الأحبة أو هذا البستان أو هذه المزرعة أصابها إعصار فيه نار. يعني شيء غريب أن يرد ذكر إعصار النار الذي صوره العلماء في القرن 21 أن يرد ذكره في القرن 7 الميلادي. والحقيقة هذا الإعصار لا يحدث إلا في الغابات الكثيفة وفي أماكن يعني مليئة بالأشجار. وبالفعل القرآن وصف لنا أن هذا الرجل له جنة مليئة بالأشجار المثمرة، النخيل والأعناب، وتجري من تحتها الأنهار، أي أنها في مكان مرتفع. وبالفعل يقول العلماء إن الإعصار النار، هذا الإعصار يضرب المناطق المرتفعة غالبا، يعني 95% يضرب المناطق الكثيفة
والمرتفعة، يعني على ربوة مثلا أو على تلة هكذا يضربها، ويستطيع أن يحرق يعني لنقل مزرعة طولها 5 كيلومتر، 5000 متر، مزرعة أو بستان طوله 5000 متر، يستطيع أن يحرقه خلال 10 دقائق فقط. تصوروا يعني عنيف جدا هذا الإعصار. جاء وصفه في القرآن بدقة مذهلة. الآن يعني عندما نتأمل هذه المشاهد ونتأمل هذا الإعصار ونتأمل كلام الحق عز وجل الذي قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالله عز وجل أودع في هذا القرآن آيات ينبغي علينا أن نتفكر فيها. لماذا؟ لكي نستيقن أن الله هو الحق عز وجل، ولكي نأخذ درسا من هذه القصة أن يعني لا نمنع زكاة أموالنا أو نكون من يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإعجاز العلمي أيها الأحبة كما قلنا أهم ضابط أن يكون هناك تطابق ويقينا، أن تكون الحقيقة العلمية يقينية. يعني لا نأتي بنظرية مثلا، نظرية لم تثبت علميا، ونقول إن القرآن أخبر عنها أو تحدث عنها. هذا خطأ كبير. ينبغي أن يعني نستنبط من الحقائق العلمية اليقينية ما أخبر عنه القرآن في القرن السابع، وأن تكون هذه الحقائق متطابقة بين العلم والقرآن. فإعصار النار نحن قمنا، يعني قام الناس والعلماء بتصويره، رأيناه حقيقة، وجاء ذكره ووصفه بالقرآن بدقة يعني 100%. فهنا تحقق الإعجاز، وثبت أنه لم يكن هناك معرفة بهذا الأمر قبل العام 2000 في القرن العشرين مثلا. هنا تحقق الإعجاز العلمي في ظاهرة إعصار النار. لذلك نقول إن الله عز وجل أودع هذه الظواهر وهذه الحقائق لتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم